السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخبار النادي الأهلي صباح اليوم الاثنين الموافق 27 من يناير. أخبار مثيرة ومتنوعة صباح اليوم. أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد ورسالة نارية للجماهير. وخبير تحكيمي يحسم حالات الجدل في مباراة الأهلي وبيراميدز أمس، وبيراميدز يشكو طاقم التحكيم. ومن الأخبار أشرف بن شرقي يوقع للنادي الأهلي، وزيزو يقترب من الأهلي. وموعد مباراة الزمالك والجونة اليوم وطاقم التحكيم. وعمرو أديب يسخر من حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، وبه نبدأ التفاصيل. الإعلامي عمرو أديب استغرب مما أسماه مجاملة النادي الأهلي تحكيميا أمام بيراميدز أمس في المباراة اللي انتهت 2-2. عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر قال: شوفوا الدرع فين وادوه للأهلي وخلاص. ماتش بيراميدز غريب، الراجل أحمد توفيق اتطرد ليه؟ والبنالتي ده بنالتي اتحسب ليه؟ عندي قناعة إن الفار عملوه علشان الأهلي، كل ما حكم يروح له يحسب للأهلي جول أو ضربة جزاء أو طرد ضد الفريق التاني. وواصل عمرو أديب أيضا منفعلا قائلا: مش عايزين زيزو كمان، ادوا زيزو للأهلي مع الطرد وضربة الجزاء، ايه الجبروت ده؟ واختتم عمرو أديب قائلا: خدوه، أنا مسامح، ادوا الأهلي الدوري والكاس وبلاش وجع قلب كل شوية. هذا ما صرح به عمرو أديب أمس ساخرا من حكم الفار ضد النادي الأهلي أو وبيراميدز في المباراة أمس. مباريات النهاردة إن شاء الله مباراة الجونة الساعة 4 عصرا على استاد القاهرة بين الزمالك والجونة الساعة 4 عصرا، والتحكيم لأحمد الغندور حكم للساحة، ومحمد نهاد حكم للفار. أما ترتيب نادي الزمالك فاحنا عارفينه بيحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة. أشرف بن شرقي. النادي الأهلي في أخبار وخبر ومصدر مؤكد إن النادي الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي علشان يكون رابع صفقات النادي الأهلي. هناك مصدر مقرب من المفاوضات ومن أشرف شرقي شخصيا إن هو وقع على العقود إلكترونيا بين الأهلي وبين أشرف بن شرقي. وكمان من المتوقع إنه هيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة فور فسخ عقده مع نادي الريان القطري بالتراضي. أشرف بن شرقي تنازل عن كثير من مستحقاته علشان يلعب للنادي الأهلي ويلحق بكأس العالم للأندية. كمان إن هناك مصدر مقرب من أشرف شرقي بأن هو سيتم الإعلان عن الصفقة قريبا إن شاء الله. خبير تحكيمي يحسم حالات الجدل والطرد وركلات الجزاء اللي احتسبها الحكم محمود بالبنا بالأمس مع حكم الفار محمود عاشور في مباراة الأهلي وبيراميدز. الحكم السابق توفيق السيد علق على أداء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز أمس في الجولة العاشرة من الدوري المصري، حيث قال في تصريحات خاصة إن ركلات الجزاء اللي تم احتسابها في الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبيراميدز صحيحة بنسبة 100%. قال توفيق السيد الخبير التحكيمي إن ركلة جزاء بيراميدز صحيحة، لأن هناك تهور من محمد هاني مدافع الأهلي على مهاجم بيراميدز اللي هو إبراهيم عادل، والبنا اتخذ القرار السليم دون العودة إلى الفار. كما أن ضربة الجزاء اللي تم احتسابها للنادي الأهلي عن طريق الفيديو صحيحة. قبل الالتحام كان هناك مسافة تسمح للاعب بيراميدز بتفادي ارتكاب المخالفة، كون مهاجم الأهلي لاعب الكرة قبل المخالفة لا تؤثر على احتساب ركلة الجزاء. قرارات طاقم التحكيم في المباراة بين الأهلي وبيراميدز صحيحة بشكل كبير، وأحيي محمود عاشور حكم الفيديو على اتخاذ هذه القرارات السليمة. واختتم توفيق السيد قائلا إن طاقم التحكيم قدم مباراة جيدة
على الرغم من صعوبة المباراة، ولم يرتكب أي أخطاء مؤثرة على نتيجة اللقاء. ولكن بيراميدز لم يعجبه الحال. تقدم نادي بيراميدز بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد كل من الثنائي محمود البنا حكم الساحة ومحمود عاشور حكم الفار في لقاء الأهلي وبيراميدز أمس. وأكد مصدر إن نادي بيراميدز طلب وبشكل رسمي إحالة الثنائي محمود البنا ومحمود عاشور للتحقيق نظرا لارتكابهما أخطاء تحكيمية غيرت من نتيجة اللقاء على حد وصف مسؤولي نادي بيراميدز. هذا وقد أشار مسؤول نادي بيراميدز إلى أنهم سبق وأن أبدوا اعتراضهم على تعيين الحكم محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في وقت سابق قبل مباراة الفريق أمام بيراميدز. المباراة انتهت بالتعادل 2-2. الأهلي أخذ نقطة، أصبح وصيف في المركز الثاني ب20 نقطة، بيراميدز في المركز الأول ب21 نقطة. أيضا بالنسبة لأشرف بن شرقي، هو لاعب في نادي الريان القطري، ومن المحتمل أن يكون بالفعل قد وقع للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات ونصف. أحمد رضا، الصفقة الثالثة للنادي الأهلي. أعرب أحمد رضا لاعب النادي الأهلي الجديد واللي منضم حديثا قادما من بتروجيت في الميركاتو الشتوي عن سعادته بالانضمام للقلعة الحمراء، حيث قال في تصريحات لقناة الأهلي: سعيد بالانضمام للأهلي واللعب في القلعة الحمراء، هذا كان حلم حياتي منذ زمن بعيد، أتمنى اللعب في كأس العالم للأندية، أنا تحت أمر النادي الأهلي في كل شيء، لم أضع أي شروط للانتقال إلى النادي الأهلي. أضاف أحمد رضا لاعب بتروجيت والمنتقل حديثا للنادي الأهلي في صفقته الثالثة: لدي أشخاص كثيرون في عائلتي ينتمون للنادي الأهلي، ولكني بدأت كرة القدم في ناشئي الزمالك، لعبت عاما في الدرجة الثانية قبل أن أصعد مع بتروجيت للدوري الممتاز. الأهلي سيكون طريقي للعب في منتخب مصر في الفترة القادمة، وكان هدف الانتقال للنادي الأهلي أكبر الأندية في أفريقيا، والنادي ساعدني، أشكر وكيل محمد عبد الجابر، أسعى أن أكون عنده حسن حظ أو حسن ظن الجمهور وأن أكون على قدر المسؤولية. هذه هي تصريحات أحمد رضا المنضم حديثا إلى نادي النادي الأهلي. عموما كل هذه الأخبار اللي كانت عبر صفحات المواقع الصحفية في صباح اليوم. أشكركم، وفي النهاية إن شاء الله ولكم معنا فيديو جديد بإذن الله مساء اليوم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.